ملامحها كلها اتغيرت وعملت حاجات ما كانتش بتعملها قبل كده. وزنها اتغير خالص، والناس اللي شافتها استغربت التغير اللي حصل لها. موقفها من رحيل والدتها غريبة، وقصتها مع بيتها محدش مصدقها، ورفضت تغير مكان سكنها رغم ان معاها فلوس. بطلت تدخل المطبخ وده بان عليها جدا. ياسمين عبد العزيز موقفها معاها مش عارفة تنساه، والساحل الشمالي حكايته معاها حكاية. مي عز الدين غيرت كل حياتها بعد رحيل والدتها، واللي أثر فيها جدا، بس في مفاجآت محدش كان يتوقعها عنها حصلت فعلا. فترى بقى إيه حكاية فارس أحلامها، وإزاي غيرت رأيها كده، وهل فعلا هتفضل عايشة لوحدها من غير جواز، وليه مش راضية تعيش في فيلا، وليه كانت رافضة تروح الساحل الشمالي، هل مامتها اللي كانت منعاها ولا لا. تفاصيل كتير قوي عن حياة مي عز الدين أول مرة تعرفوها من خلال الفيديو ده، فخليكم معايا للنهاية وهتلاقوا مفاجآت. مي عز الدين قررت إنها تغير حاجات كتيرة في حياتها وتعمل اللي ما كانتش بتعمله في حياتها قبل كده. وكانت البداية بإنها راحت الصيف ده الساحل الشمالي، واللي كان ما بينها وبينه عداوة كبيرة قوي، وما كانتش حتى بتطيق تسمع اسمه. بس دلوقتي بعد ما تعبت من الوحدة والانفصال عن الناس سنين طويلة، راحت الساحل الشمالي واتبسطت وسط الزحمة والناس الكتير اللي كانت هناك، ودخلت وسط شلة فنانين اللي كانوا موجودين هناك، وكأنها عايزة تتونس بيهم ووسطهم بعد رحيل والدتها، واللي ما كانش ليها غيرها في الدنيا دي، وكانوا مكتفيين ببعض جدا، مش بيروحوا أي مكان غير مع بعض. ورغم إن مي لسه ما قدرتش تتجاوز رحيل والدتها، بس بترفض تتكلم عليها خالص، ومش عايزة تجيب سيرة الموضوع، وشايلة وجعها جواها ورافضة إنها تقول لأي حد عليه. ده بقى غير إن من الحاجات اللي غيرتها في حياتها هي إنها بطلت تدخل المطبخ خالص، وبطلت تطبخ وتعمل أكل والكلام ده من وقت رحيل والدتها، وده لأنها كانت بتعمل الأكل علشان خاطر والدتها وبس. وطبعا ده بقى باين عليها وعلى وزنها اللي الناس كلها لاحظته، وكمان ملامح وشها اللي الحزن بان عليها وكبرها شوية عن زمان، بعد ما كان كل الناس بيحسدوها على شكلها اللي مش بيكبر. مي عز الدين في مواقف كتير عدت عليها في حياتها في الفترة الأخيرة، بس من المواقف اللي مش بتنساها هي وقفة ياسمين عبد العزيز جنبها، وإنها كانت بتزعق لها وتتخانق معاها علشان تشتغل وما تقعدش في البيت، كمان علشان ما تستسلمش لحزنها أبدا بعد رحيل والدتها. وفعلا كلام ياسمين جاب معاها نتيجة، ودي حاجة مش قادرة تنساها لها تماما. بس شكل مي مش في دماغها الجواز، وده لأن رأيها اتغير عن فتى الأحلام ومواصفات اللي كانت عاوزة تتجوزه، وبقت شايفة إن ده كلام فاضي، وكل حاجة في الآخر نصيب، وممكن نقعد نحلم بحاجات كتير مفيش منها حاجة واحدة بس تتحقق. وعشان كده هي أصلا بتفكر في الموضوع، وبرضه عشان وحدتها مش عايزة تسيب شقة مصر الجديدة اللي قاعدة فيها، ومش عايزة تروح تعيش في شقة كبيرة أو فيلا في أكتوبر زي ما أغلب الفنانين عملوا، لأنها شايفة إن دي أماكن كبيرة عليها وهي عايشة لوحدها. في النهاية انتوا إيه رأيكم في التغيرات اللي حصلت للنجمة مي عز الدين؟